ليه في شركات بتكبر وفي الاخر بتقع؟ اهلا بيك في حلقه جديده من ملعب البيزنس، المكان اللي مش بندي فيه نصايح، احنا بنساعدك تشوف في مشروعك اللي يمكن انت لسه مش شايفه. النهارده مش هنحل مشكله، النهارده هنراجع قرار كان في قرار جاهز للتنفيذ. الاجتماع كان شبه منتهي وكل الموجودين كانوا مقتنعين ان في مشكله في مدير المبيعات، لكن قبل القرار ما يتمضى وصل الملف لفريق ملعب البيزنس، ومن هنا بدا التحقيق. اول افتراض معانا كانت ان المشكله في مدير المبيعات، لكن قبل ما نراجع اي رقم كان لازم نسأل سؤال مهم: ليه كل الموجودين كانوا مقتنعين بنفس القرار؟ وبعد مراجعة محضر الاجتماع لقينا 4 ملاحظات: المبيعات نزلت والعملاء بيشتكوا، والفريق ما وصلش للهدف المطلوب منه، ومدير المبيعات مسؤول عن الفريق. ولو وقفت لحد هنا غالبا هتوصل لنفس القرار: غير مدير المبيعات. وده بالظبط اللي بيحصل في شركات كتير. خليني اسألك سؤال: لو العربية وقفت منك في الطريق، اول حاجة هتغيرها هنا السواق ولا هتفتح الكبوت الاول وتشوف فيه ايه؟ في غرفة القرار احنا عندنا قاعدة مهمة: ممنوع اعتماد اي قرار قبل مراجعه الادله، لان ببساطه القرار الصح اللي مبني على سبب غلط بيبقى قرار غلط. بدا فريق ملعب البيزنس يراجع الملف مش علشان يثبت ان القرار غلط ولا علشان يثبت انه صح، لكن علشان يجاوب على سؤال واحد: هل عندنا دليل فعلا ان المشكله في مدير المبيعات؟ واول دليل بالنسبه لنا كان صادم، لان اول رقم شفناه بدا يهز الفرضيه كلها. في غرفه القرار احنا عندنا قاعده: كل قرار لازم يعدي على ادله، ولو دليل واحد ناقصه لازم نرجع نبدا من تاني. تعالوا نراجع مع بعض عدد زيارات فريق المبيعات. لو المشكله في فريق المبيعات، ايه المتوقع يحصل؟ المفروض عدد الزيارات يقل، لكن عدد الزيارات كان ثابت، ودي اول علامه استفهام. لكن لسه لحد الان مفيش دليل كفايه. اكيد معدل تحويل العملاء يقل، لكن المفاجاه اللي هو كمان كان ثابت. لحد الان عندنا زيارات ثابته وتحويل ثابت. امال المبيعات نزلت ليه؟ وساعتها فريق ملعب البيزنس وقف هنا، لان اول فرضيه بدات تتهز، لكن لسه ما نقدرش نستبعدها، لاننا ببساطه محتاجين دليل اخير. لو المشكله في مدير المبيعات، ايه المتوقع؟ العملاء الجديده مثلا يقلوا، والمفاجاه ان عدد العملاء الجديده كان ثابت برضه، يعني الزيارات ثابته والتحويل ثابت وعدد العملاء الجداد ثابتين برضه. طيب لو الثلاثه ثابتين معانا، امال ايه اللي خلى رقم المبيعات ينزل؟ لو انت عضو في غرفه القرار معانا هتختار ايه؟ هل انت ما زلت مقتنع ان المشكله في مدير المبيعات؟ كده نوصل ان الفرضيه الاولى ملهاش دليل اصلا. لكن لو المشكله مش في مدير المبيعات، يبقى فين السبب الحقيقي؟ المشكله ما كانتش في البيع. طب امال المشكله مستخبيه فين؟ غرفه القرار لما بنستبعد فرضيه ما بنحتفلش، لاننا ببساطه لسه ما عرفناش الحقيقه. وطبعا هنا فريق ملعب البيزنس بدا يسال سؤال مختلف: طيب لو الناس كانت بتبيع نفس الكفاءه، ليه الايرادات نزلت؟ هنا قررنا نبطل نبص على المبيعات ونبص على حاجه ثانيه خالص، وده القرار اللي ما حدش قاله في الاجتماع. اول رقم ظهر قدامنا خلى المكان كله يسأل: اول منتج مش متوفر لمده 17 يوم متتاليه، ثاني منتج مش متوفر ل 11 يوم متتاليه، ثالث منتج مش متوفر ل 9 ايام متتاليه. استنى معايا بقى هنا شويه، لو العميل دخل يشتري والمنتج مش موجود هيشتري ايه اصلا؟ ولو مندوب المبيعات راح للعميل والمنتج مش موجود، هنا بدات الصوره توضح: نقص مبيعات. وهنا نوصل لنقطه مهمه: لحد الان احنا لسه ما اعتمدناش القرار، لكن الادله بدات تورينا طريق مختلف تماما عن الاتجاه الاولاني. ليه نسالك لو المطعم كل يوم بيرفض طلبات العملاء؟ لان ببساطه المطبخ خلص منه اهم منتج. هتغير مدير الفرع ولا هتسال نفسك سؤال الاول: مين المسؤول عن التموين؟ وده هو الفرق بين شركه بتحاسب الاشخاص وشركه بتراجع النظام. وهنا نوصل لفرضيه جديده معانا: السبب الحقيقي ممكن يكون اداره المخزون مش اداره المبيعات. لكن في غرفه القرار احنا عمرنا ما بنصدر قرار بناء على فرضيه واحده، لازم نراجع تاثير الدليل ده على القرار نفسه. ودلوقتي كل الادله بقت قدام فريق ملعب البيزنس. خلونا نراجع الملف من الاول. الدليل الاول الزيارات كانت ثابته، والدليل الثاني التحويل كان ثابت، اما الدليل الثالث فكان برضه العملاء الجديده ثابته، والدليل الرابع اللي كان معانا المنتجات كانت غير متوفره. ودلوقتي انا عايز اسالك سؤال: لو كنت موجود معانا كنت هتوافق على تغيير مدير المبيعات ولا لا؟ في غرفه القرار بنعتبر ان القرار وصل لمرحله المراجعه النهائيه، والملف ده ما كانش عن مدير المبيعات ولا عن اداره المخزون، كان عن طريقه التفكير. واخطر قرار مش القرار الغلط. في غرفه القرار احنا مش بنسال مين الغلط ومين الصح، احنا بنسال فين الدليل. ولحد ما الدليل يكتمل القرار بيفضل مفتوح. القرار المقترح تغيير مدير المبيعات، هل القرار ده يعتمد؟ وهنا نوصل ان تغيير مدير المبيعات قرار مرفوض. والسبب لان الادله ما بتدعمش ان المشكله في مدير المبيعات، السبب الاساسي هو ضعف توافر المنتجات. تخيل لو الشركه كانت نفذت القرار، كانت هتخسر مدير المبيعات وتعين مدير جديد ويقعد شهور يحاول يحل مشكله مش موجوده اصلا، والمخزون هيفضل ناقص برضه، والمبيعات هتفضل تنزل. وده اخطر نوع من القرارات، قرار يعالج العرض ويسيب المرض.
في ملعب البيزنس احنا مش بنراجع القرارات علشان نقول صح او غلط، احنا بنراجعها عشان نتاكد انها بتحل السبب الحقيقي. لان ببساطه القرار الصح لو اتبنى على تشخيص غلط هيتحول لقرار غلط، وبكده نقفل اول ملف معانا في غرفه القرار. طيب لو المشكله ما كانتش في مدير المبيعات، ازاي الاجتماع كله اتفق على قرار غلط؟ يعني ايه اللي بيخلي مجموعه من المديرين الاذكياء يوصلوا لنفس الاستنتاج وهو استنتاج غلط اصلا؟ وهنا نوصل لنقطه مهمه قبل ما نقفل الملف. عايز رايك كعضو في غرفه القرار في ملعب البيزنس. لو انت معانا هتوافق على القرار ولا هترفض القرار؟ هستنى اجابتك في التعليقات. انا الدكتور احمد ابو معاطي، وفي ملعب البيزنس بنشوف في مشروعك اللي انت مش شايفه.